عبدو بس يعمم الاراضي عبدو ديالو. غادي تسمح لينا يا خويا الا ما غادي تحترم الحوار. دكتور جبارة بغى الاوديو نسمعوه بلاتي دكتور جبارة بلاتي نسمعوه. سمع عبدو، واخا خطفت الكلمه دغيا ثانيه غير ثانيه. شوف غير ابن المملكه ابن المملكه. Il n'y a jamais eu d'unité, ni à plus forte raison de souveraineté algérienne. Carthaginiens algérienne, vandales, byzantins, arabes de Syrie, arabes de Cordoue, turcs, français, ont tour à tour pénétré le pays, sans qu'à aucun moment et d'aucune façon il y ait eu un État algérien. تفضل الاخوان، تفضل السي حميد. شوف عبدو، ما تجبد لي شويه خطاب ابن المملكه. نعم. الى سمحتي شكري الاستاذ شكري غادي يعطيني غير ثانيه بعجاله ونعطي الاستاذ شكري تحيه ليه. شوف عبدو، انسان ما تجيبليش خطاب تقول لي ها الخطاب ديال الرئيس ها قال جيب وثيقه، جيب الوثيقه ايهاني معك. حتى نهار قال مثلا الرئيس ديالكم قال لك بان جورج واشنطن عطى الكوابيس الامير القادر، راها صحيحه. هذاك مات ب 11 مع تزاد الاخت، يعني نقول راها صحيحه. يعني جيب وثيقه، الوثيقه حنا كنامنوا بالوثيقه مكتوبه، ما تجيبش خطاب. وتحيه لكم وسمحوا لي الاخ شكري. السلام عليكم اخي مغربي وافتخر، شكرا على المساحه وتحياتي للاخوان. شكرا ابن المملكه. بغيت اولا غير نسال الاخ عبدو متى انطلقت الثوره في الجزائر باش ندخل في الحوار معه. هذا شكري. واش راك شويه شكري علاه في اللايف تاعك ما طلعناش وانا جاي تسالني. نطلع من 1954 اول نوفمبر 1954. نعم، اذا فين كنتوا من 1830 حتى 1954؟ كانت كاينه مقاومات كانت كاينه العديد من المقاومات، وكانت كاينه مقاومات سياسيه اللي كان مصالي الحاج فيها، وكانت كاينه مقاومات حتى بالسلاح اللي هي مقاومه المقراني الامير عبد القادر، الشيخ بوعمامه، الزعاتشه، كلهم مذكورين في التاريخ وبالوثائق وبالشهادات. نعم. دونك انا سولتك تلقائيا، اسمح لي خويا عبدو، سؤال بسيط وواضح. دونك انا سولتك تلقائيا متى انطلقت الثوره، قلتي في 1954. لو كان الكلام اللي كتقول كاين قبل 1954 لكانت هي الثوره هي ايضا يعني مقاومه هي ثوره. لا لحظه من فضلك معنا العمر. شكرا جاوبتيني. انا غادي واخا شكرا. لو كان حضرت الدكتور جباره الله يرضي عليك. دابا انا غير جاوبتك، سالتك عطيتي الجواب ديالك. شكرا. دونك الثوره هي انطلقت في 1954، بمعنى ان قبل 1954 ومنذ 1830 يعني لم تكن هناك اي مقاومه. وفعلا هذه المقاومات. خويا عبدو، الا سمحت لي سالتك غير سؤال جاوبتي عليه، دابا كنطي المداخله ديالي الا سمحتي من فضلك. شكرا. دونك من 1830 حتى 1954 ما كانت حتى مقاومه. كان يعني من يسمون اليوم بالجزائريين يعني كانوا مستسلمين. وفعلا وثائقي او عده افلام وثائقيه فرنسيه مسجله في الارشيف، ومن الواقع الذي كانت تفرضه فرنسا عليكم كان الجزائريين مستسلمين، ويعني ما بداوا ادنى مقاومه. ايضا السبب هو ما قاله فرحات عباس، لأن فرحات عباس اللي هو أحد المؤسسين الأوائل لحركة المطالبة بالاستقلال عن فرنسا سبق وكتب الثلاثينيات من القرن الماضي، قال: لو كنت قد اكتشفت الأمة الجزائرية لكنت وطنيا، وما كنت لأخجل كما لو ارتكبت جريمة. الرجال الذين ماتوا من أجل المثل الأعلى الوطني يتم تكريمهم واحترامهم كل يوم. حياتي ليست أكثر قيمة من حياتهم، ومع ذلك لن أموت من أجل الوطن الجزائري لأن هذا الوطن غير موجود. هذا فرحات عباس. ولذلك فكل الجزائريين كانوا مستسلمين، لم تكن لديهم هوية ولم يكن لديهم وطن. الجزائر هي تأسست بمرسوم فرنسي، وبدأت فرنسا تؤسس في الجزائر منذ 1830، وفي 1962 فرنسا هي خرجت
فقط تبدلت الدور مع النظام العسكري الحاكم اليوم، والدليل على أنه ليست لديكم وثيقة استقلال، والدليل أنكم غير مسجلين في اللائحة ما قبل 1945 الدول التي كانت تحت الحماية أو الاستعمار الفرنسي، وبعد 1945 أيضا لا توجدون كدولة حصلت على استقلالها من فرنسا. هذا يدل على أن الجزائر لم تكن مستعمرة ولم تكن حماية، بل كانت فرنسية قبل 1945 وما زالت فرنسية بعد 1945 وإلى يومنا هذا. وأنا أتحداك وأتحدى أي جزائري أنه يعطيني وثيقة الاستقلال. إذا القضية ديال الثورة أخي 1954 انطلقت شرارتها من داخل المملكة المغربية الشريفة. المغرب هو من أراد أن تستقل الجزائر، المغرب هو من أراد أن تكون دولة مسلمة جارة عوض فرنسا، المغرب هو من أراد أن تكون هناك جزائر قوية، وأن المغرب ضحى، يعني خير دليل المغرب ضحى بأراضيه، ضحينا بأراضينا اللي هي الصحراء الشرقية مقابل استقلالكم. فرنسا كانت تعرف ذلك وعرضت علينا أراضينا مقابل التخلي عن دعمكم في الحصول على الاستقلال. لكن محمد الخامس رحمة الله عليه وطيب الله تراه قال لفرنسا لن نتسلم أراضينا منك مقابل التخلي عن دعم إخواننا وأشقائنا الجزائريين في حصولهم على الاستقلال. وبعد حصولكم على الاستقلال سنتسلم أراضينا. وكانت الاتفاقية بين رئيس الحكومة المؤقتة آنذاك هو فرحة عباس وبين محمد الخامس رحمة الله عليه، ولكن للأسف جاء بن بلة وضعته فرنسا ل3 سنوات فقط حتى يتسنى لبخروبة أن يؤدي مهامه التي وكلته إياها فرنسا بأن يوفر الأرضية يعني الظروف المناسبة لتبسط فرنسا سيطرتها. وبعد أن تمكن من قتل المجاهدين الحقيقيين وطاردهم خارج الجزائر وسجنهم وأخضع بعضهم، بعدها انقلب على بن بلة سنة 1965. والتاريخ يشهد على ذلك يا أخي، هذه الحقيقة. حتى شهداء رحمة الله عليهم فالعدد غير صحيح، فإذا تكلمنا عن العدد الحقيقي ربما سيصل إلى 100 أو 150 ألف كحد أقصى. ما تبقى هو كلام لجمال عبد الناصر، ذاك الفكر الشيوعي الاشتراكي الثوري الهمجي الذي أراد أن يرسخه في الجزائر ولدى الجزائريين حتى يكون لديه أتباع، وكان يعني يبحث عن الزعامة مثله مثل حافظ الأسد، مثله مثل بخروبة والقذافي وعدد من الأنظمة العربية الشيوعية الاشتراكية الثورية الهمجية. وهذا هو سبب تخلف العرب ليومنا هذا، وهذا هو سبب مشاكل الدول العربية ليومنا هذا. فجل الأنظمة كانت عاملة لفرنسا ولقوى خارجية. هذه الحقيقة وهذا التاريخ أخي. وحتى لا أطيل أمرر الكلمة، وإذا يعني دعت الضرورة أنني نرد على التعقيب ديالك فأنا موجود أخي مغربي وأفتخر. خويا سيس، قلت يا سي عبدو، قلت بان بومدين عمم الاراضي ياك، عمم المحروقات. داكور، مرحبا. كيفاش اصبر وانا باقي ما ساليش السمع. اصبر شنو اشرح لي كيفاش لو فرونسي ان جي باع ادرار توات نيبتون. ها واش قلت؟ انجي اللي هي شركه فرنسيه باعت ادرار توات نيبتون انرجي. داكور. دركا نجاوبوا قبل شكري. لا باقي لا، جاوبني انا بعدا، جاوبني انا. كيفاش انت عممت المحروقات وغاسمع، كيفاش انت عممت المحروقات وغاسمع ليا، كيفاش انت عممت المحروقات ياك 1971 الور كو شركه انجي الفرنسيه باعت ادرار توات. داكور، درك نجاوبك. انرجي اللي كانت كتمتلك فيها 65%. درك نجاوبك فيها. غتجاوبني اش غتجاوبني في هذه؟ خليني الناس ولا شنو غتقول لي؟ واش كاينه ولا ما كايناش بعدا؟ كاينه خليني نجاوبك. اذا كيفاش انت كان عندك تعميم وباقي الشركات الفرنسيه يمتلكون ابار في الجزائر؟ درك نقول لك كيفاش التامين وكيفاش الشركه. خليك انت تشرح لنا. سمعوا الشرح، سمعوا. ايوا نبداو قبل نجاوبوا شكري، ومن بعد نجاوبك انت في الشرح تاعك. نطرح لك هذا الشرح سهل ما كاش اسهل منه. شكري،
ملي دخلت فرنسا للجزائر في 32 وهو كاين مقاومات، والمقاومات هذه كانت ضعيفه. علاه كانت ضعيفه؟ كانت مقاومات جهويه، مقاومه الشيخ بوعمامه وراهم كل مذكورين ومعروفين، حتى تلحق الامير عبد القادر وتفوت الامير عبد مغربي خويا القادر. العزيز، الشيخ بوعمامه مغربي. ما قطعتكش شكري ساعه وانت تهدر، ما قطعتكش. الشيخ بوعمامه مغربي فقط. اي معليش، مغربي كاع مغاربه هذو كاع ثوار الجزائر كاع حررتها المغرب، خلينا برك نتكلموا. كانوا كاينين مقاومات، هذو المقاومات كانوا مقاومات عرشيه جهويه ضعيفه ضد اقوى جيش في العالم هذاك الزمان، كانت لا كاتريام فورس وقيله ولا لا تروازيام فورس. ما كلاوش، ما قدروش يديروا. حتى من بعد في 54 الناس تكونت وتنظمت ودارت ثوره ودارت جيش والثوره هي اللي جابت الاستقلال. فرنسا خسرت بزاف مع الجزائر في هذاك الزمان. اذا هذا الكلام اللي راك تتكلم فيه تاع ما كانش كاينه المقاومات، كانوا كاينين مقاومات وروح تقدر تقرا عليهم وتقدر تستفسر عليهم كما استفسرت. زيد انت تقول باللي رانا مقاطعه فرنسيه ورانا نمشوا تحت فرنسا الى غير ذلك. احنا على الاقل كانت عندنا ثوره، على الاقل كانت عندنا مقاومات، درنا الشيء اللي قدرنا نديروه، وماتوا لنا غير في 1908 يعني تقريبا 45,000 اللي ماتت في يوم واحد، في نهار واحد. انت تقول كاين 150,000، يعني في قرن و32 سنه دخلت فرنسا لقاتنا حوالي 6 ولا 7 ملايين، خرجت خلاتنا حوالي 11 ولا 12 ولا ما بين 9 حتى ل 11 مليون. وين راحوا هذو الناس اللي في قرن وزياده؟ نزيدك نقطه يا اخي الكريم، اين انت يا كي راك تتكلم ليه؟ انا نقول لك السلطان محمد الخامس تم تعيينه في فرنسا في فندق هنري، وجا للمغرب من فرنسا، جا للمغرب. هذا نزيدك اغلب الملوك تاعك قراو عند لي فرونسي وقراو على فرونساز، وكانوا يعني حتى في 63 كي الصحفي سال الملك حسن الثاني رحمه الله، عندك مرجع، عندك مرجع، عندي مراجع اكتب لي، تقول لي عندك مرجع، عندي مراجع. دابا غير جاوبنا احنا على كذبه ديال تعميم المحروقات. معليش خليني نكمل. جاوبتي خويا. انا نجاوبك، اعطيني الفرصه باش نجاوبك، ماشي واحد يهضر نص ساعه بعد يهضر انا زوج دقائق. جاوبني انا كيفاش عممتي المحروقات؟ كيفاش ماكش خير من شكري انت؟ نجاوب شكري، كمل مع شكري على الشكري تسفق من راسي. جاوبني كيفاش عممتي المحروقات. ايه انا نجاوبك كيفاش اممت المحروقات. جاوب صرح لي كيفاش انجي، وجاوبني كذلك كيفاش انجي بعد 65% النبتون. هذه اللي بغيتك تجاوبني عليها. اسلوبك نعرفه يا جباره، اسلوبك نعرفه، ما تغلبنيش به. نعرف اسلوبك انك تدور الحوار وكذا وكذا باش تفرض، ومن بعد تغيب لك برا ويفرط. نروح نفهمك. هذه الشركات اللي متواجده هنا في الجزائر ماشي غير شركات فرنسيه، حتى الشركات الاجنبيه. فرنسا كي خرجت قالت عندنا غاز دو فرانس، كان عندها غاز دو فرانس تاعها، هي اللي تحكم في البترول وهي اللي تحكم في وشريف صرح لي كيفاش انجي الشركه الفرنسيه بعد 65% من اضرار التوات النبتون. ايه نجاوبك. عندها اسهم تشريهم انت اليوم كشركه، تروح تشري اسهم. فين هذيك 49% 50 راح ناخذوا على 65%. وشنو 65%؟ انجي الفرنسيه باعت 65% من اضرار التوات النبتون انرجي. باعت 65% من الاسهم تاعها، باعتها 65% من الشيء اللي تسالوا، من 100% تاعها. نبتون تملك 65% من اضرار التوات. هذه اضرار التوات، هذه اضرار التوات. وشنو هي اضرار التوات؟ ماشي جزائريه. شركه. لا ماشي جزائريه. سي سوسيتي. شركه الابار ماشي شركه. علاه توات بير. انا نهضر لك هذه سيتي سوسيتي. هاد لا سوسيتي باعت من الشتاء، باعوا لو جيزمون، باعوا لي بوي، باعوا
جامي التي جامي كانت تملكهم مستحيل ما كانش واحد يملك بير، ما كان حتى واحد في العالم هنا يملك بير في الجزائر ولا شكون واحد. اللي كيملك عندك، شكون اللي كيملك الابار عندك في الجزائر؟ شكون؟ الجزائر هي اللي تملك الابار، هذو دي سوسيتي عندك شي وثيقه، عندك شي وثيقه تدل، عندك شي وثيقه تدل، انت كلمه زوج تقول لي عندك شي وثيقه تدل، عندك شي وثيقه تدل بان الابار في الجزائر ملكيه جزائريه. راني نعطيك الوثائق. اعطيني بيان رسمي، اعطيني بيان، اعطيني بيان، اعطيني بيان، اعطيني بيان، اعطيني بيان. خلينا انا ندير معك واحد تحدي بسيط. شوف اسمعني غادي ندير معك تحدي بسيط. انا ندير معك تحدي بسيط. شوف، عندك الفوسفات وعندك البيريل، عندك وولفران، عندك ليتا، عندك الغاز، عندك البترول، عندك الفحم الحجري، عندك حتى الحديد، ياك؟ هادشي كله عندك، هادشي كله عندك، ياك؟ عندك في الجزائر. اختار اي منجم في هذه المناجم كلها واعطيني بيان واحد ديال اي منجم بغيتي بانها ملكيه جزائريه. حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوه. انا نعطيك، شوف انا نعطيك بيان، شوف انا نعطيك بيان، انا نعطيك، اسمعني انا نعطيك بيان. جبارة راك اسمعني دابا اسمعني اسمعني ما تقدرش انا نعطيك بيان. انا نعطيك المغربيه الشريفه واسمع مزيان، نعطيك ادله. اسمعني ما عندك حتى حاجه ما هي ملكك. شوف انا غندير معك واحد الحل، انا نعطيك البيان الرسمي وجريده رسميه، اسمع، بيان رسمي زائد جريده رسميه ان منجم الفوسفات لا ديال بقراع ولا ديال خريبكه ملكيه 100% مغربيه. دابا نجبدو لك. انت واش تقدر تعطيني واحد من المناجم اللي عندك في الارض ملكيه جزائريه ببيان او جريده رسميه؟ كل المناجم ماشي كل، اعطيني شي بيان. خلينا نهضروا. لان خاصك تعرف لان انت كنت مستوطنه فرنسيه. خلينا نهضروا. لا والو، انت فرنسا تملك الكل. اعطيني بان تم تحرير اعطيني او معدن ما في الجزائر ببيان او جريده رسميه. واقسم بالله، شوف والله غير راسي وجعني مع جيب لي البيان او جريده رسميه انسحب من الحياه. انا والله غير تنسحب من الحياه ضرك. ماشي جبد اش عندك، جبد. اسمع بلاتي جباره شوف عبدو، شوف راه قال لك السيد اعطيني بيان، هي فتح لاكام وجبد واحد الوثيقه عندك وبينها. ما تهضرش بفمك الا ما عندكش وثيقه. قلتها لك البارح قلتها لك ودي، الا ما عندكش شي وثيقه بيان ما تناقش، سير جيب تليفون اخر ولا جيب بيان. هادشي اللي قال لك الاخ، وجي وهضر. الا غتهضر بفمك علاش تعير راسك؟ سير كيجبد لك البيان وجبد لك الوثيقه، جبد له بيان بيدك ماشي بفمك. جبد بيان ملموس. ما عندكش نزل سير جيب البيان واجي، وراه حنا هنا نتسناو. قلتها لك البارح راه مشى. نعم خويا مغربي افتخر الى سمحت. تفضل الاستاذ شكري. بارك الله فيك. واش الاخ نزل ولا انت نزلته؟ لا خويا هو اللي نزل بوحدو. لا يعني هرب، واخا معليش. اظن انه مازال في الاستماع. هو جاوبني على النقاط اللي ذكرت وقال باللي انه قبل 1954 ما كانش جيش منظم وما كانش يعني ناس منظمين وكانت جهويه. وهنا كيأكد الكلام ديال ماكرون، الكلام ديال الجنرال ديغول وكل من حكم فرنسا منذ الجنرال ديغول الى ماكرون، باللي ان الجزائر لم تكن دوله بل كانت قبائل متناثره وارض خلاء. لذلك فكانت المقاومه جهويه اللي كتكلم عليها انت، 3 هنا وجوج لهيه، ما كانش دوله. وانت هنا كتاكد كلامنا. اذا ما كانش جيش وما كانش دوله منظمه، ما كانش دوله اصلا. وهذا هو اللي كنقولوا حنا. لذلك قال هاد فرحات عباس اللي هو احد المؤسسين الاوائل بانه لو يعني سبق وكتب في ثلاثينات القرن الماضي: لو كنت قد اكتشفت الامه الجزائريه لكنت وطنيا وما كنت لاخجل كما لو ارتكبت جريمه. وقال ايضا باللي ان حياته ليست اكثر قيمه من حياه من ماتوا، ومع ذلك فلن يموت من اجل الوطن الجزائري لان هذا الوطن غير موجود. اذا انت كترجع وكتاكد كلامنا.
وفي 1954 انطلقت الثورة من المملكة المغربية الشريفة، وكان السبب هو المغرب، عونكم الإخوة ديالنا التونسيين. أما مصر فكما قال الأخ جات التصور بل جات باش ترسخ ديك الفكر الثوري أيضا الناصري، باش يكون عندها أتباع وحلفاء لا أقل ولا أكثر. أما فيما يخص أن محمد الخامس طيب الله ثراه عينته فرنسا، لو كان محمد الخامس عينته فرنسا ما كانت لتنفيه، وكل شيء كيعرف لأن محمد الخامس رحمة الله عليه نفاتو فرنسا إلى مدغشقر، لأنه لم يكن مطيعا لها، ولم يكن يعني يتفق معها، ولم يرضخ لها، ولم يكن خائنا لشعبه ولوطنه، بل كان يعني مخلصا لوطنه ولشعبه، وكان يعني يسعى إلى إخراج فرنسا وطردها. لذلك فقامت فرنسا بنفيه. وبعد ثورة الملك والشعب عاد الملك محمد الخامس وأسرته الكريمة من بعد ما كان واحد النضال خارج أرض يعني من أرض المنفى، وأيضا كان نضال ديال الشعب المغربي من أرض الوطن، وكانت تلاحم بين الشعب والعرش، بين القمة والقاعدة، وثورة الملك والشعب، وحصلنا على استقلالنا وعاد ملك البلاد إلى المغرب. هذا هو التاريخ. ولأننا كنا دائما نحن أمة، وكنا دولة عندها مؤسسات، وهذا الفرق بيننا وبينكم. شكرا أخي مغربي أفتخر. مرحبا بك أخويا، شكري على الرسولين. تفضل وسدد الطريق. أنا أؤكد ما قاله الإخوان، كما قالوا الإخوان أن غيطلع يجيب لنا شي دليل، ومن قبيله الإخوان كلهم يعني كيفتحوا الكاميرا ديالهم، كيجيبوا يعني أرقام وكيجيبوا معلومات دامغة. هو كيقول لك من بعد، ولا هذا هو المهم. احنا كنعرفوا الحوار ديالهم، كنعرفوا كيفاش كيتعاملوا. فيما يخص لي زيدروكاربور دكتور جبارة، كاين واحد لو ديكري ديال 1965. الكل يعرف ان الجزائر بين قوسين كان الاحتفال بهذاك لو تريتي ديال معاهدة إيفيون، بين قوسين الاكتفاء يعني الحكم الذاتي. ولكن كيجي واحد البيلتان اوفيسيال ديال 1965 اللي إعادة يعني لتأكيد في 65 و 66 لتأكيد التسيير الفعلي لكل ما هو ليجيزمون هيدروكاربور في الجزائر. هذا يعني حتى إلا بغاو نوريهم يعني لو بولتان اوفيسيال راه كاين. اذا هذا هو الاضافه اللي غادي نقول اخواني، ولكم الكلمه. شكرا جزيلا أستاذ طارق. تفضلي بالمملكة. الجريده الرسميه ديال 2019 والله العظيم. انا نقرا لكم شنو مكتوب فيها. عرفتي واحد تبهديله. سكرتير جينيرال alors les agences d'hydrocarbures. اسمع agence hydrocarbures. Chaque agence est dotée d'un conseil de surveillance, d'un comité de direction. L'agence est pour l'exercice, l'agence est disposée de pouvoirs, notamment en matière d'administration de biens de l'agence. C'est des agences. La Sonatrach, c'est une agence. باش تكونوا عارفين اخوتي. يا ربي انا غنعطيكم واحد القضيه اللي هي مهمه بزاف كاع. واحد الارتيكل اللي هو مهم. chaque agence اسمع chaque agence d'hydrocarbures sont soumis au secret professionnel concernant les informations et les renseignements de propriété de gisement. هذا جورنال اوفيسيال ديال 2019 ديال الجزائر le 22 décembre 1979.
هلا هاي نوريها لكم انتم اخوتي. هاي دابا لك قبل ما تخدم هي سامبل اجونس، بمعنى كتعرف اجونس باردون سمحوا لي اخوكم راه الشرف. هاي les membres du conseil surveillant et les membres du comité de direction du secrétaire général et le personnel de chaque agence sont soumis au secret concernant les informations et les renseignements dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, hormis le cas où ils sont obligés ou autorisés par la loi à les communiquer. Secret total حبيبي. هيا جريدة رسمية باش ما يخرجوش. هاي 22 ديسمبر 2019 يا وليدي ديال الجزائر. يا ابو صباح هذا قانون عندك في الجريده الرسميه، اي واحد خدم في سوناطراك ولا في سونالغاز ولا هذا ما عندوش الحق يخرج المعطيات فيما يخص الملكيه للابار في الجزائر ومن يمتلكها والنسبه و وانت تجي تقول لي عندك الملكيه يا مسخوط الوالدين. Les agences disposent chacune d'un patrimoine propre. La comptabilité de chaque agence est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la forme commerciale. Et voilà, son attraque a une forme commerciale, ni tout, ni plus ni moins. صافي تبيعوا صافي غير كتسير بحال اللي يديك عندنا في المغرب اولا رضال. هات هذه جريدة رسمية جزائرية. عممتي المحروقات، عممتي النبق. فينا اسكت. انا عجبني غير كاين جزائري طالب قيس ولكن ما بغيتش خويا مغربي افتخر. عجبني غير ملي صدمتوا بان الثوره لا تعني انها هي ليست استرجاع السياده ياك، وبدا كيقول الثوره والمقاومه بدا يشركهم. هو واحد واللي يعرف القالب ديالو، اللي يعرف القالب ديالو تصيد. ولكن يقول الثوره والمقاومه. تلاقى الرجال ما شاء الله ديال البلاد راه الاستاذ جبارة، الاستاذ طارق، الاستاذ شكري، اش غادي يدير معكم؟ راه داك الشيء علاش البارح شوف هذاك الراي الحر اخويا الا طلب الكيست الراي الحر طلعوا. انا عندك اخويا الراي الحر ما طلبش الكيست، غير يطلب الكيست. ولا في اللايف اخر تلاقيت معاه البارح، هذا عبدو تلاقيت معاه في واحد اللايف البارح بالليل، وهاد الهضره نفس الهضره قلتها له، كيبقى يهضر. قلت له شوف الا عندك دليل ملموس ما تقوليش بالهضره، ما تجيبليش فيديو. عندك دليل ملموس كما جبت لك انا وثائق عندي، جبد لي انت دليل. لا ما عنديش تليفون ثاني هنا، عاود نفس المشكل يكون. قلت له البارح الا ما عندكش تليفون ثاني سير تسلف التليفون واجي واعطيني الدليل، ما تجيش تهضر باش تهضر. والله يهديك ربي، قلت له يرحم لك الوالدين، ما تهدرش باش تهدر. الا عندك دليل وعندك وثيقه بان هاد الهضره اللي كتقول وتفندها ليا، والهضره اللي كنقول لك انا والوثائق اللي كنقول لك انا وتكذبهم ليا، اجي مرحبا بك نتناقشوا. ما عندكش وثيقه، ما عندكش دليل، ما عندكش سند، وتجي تبقى تهضر باش تهضر. كتسمع غير شنو قال لك واحد وتجي تقولوا لي هنا، يقول لك تبون هضره تسمع، عاود تجي تقولها. سمعت بومدين قال هضره تجي تقولها لي هنا. اجيب لي وثيقه بان هذه المسائل اللي كتقول راه فري كاينه في الواقع كما كنديروا حنا وكيديروا الاخوان. ولكن هو كيجي يهضر باش يعمر الوقت ديالو صافي، ونخلي الكلمه للاخوان اللي بغا يهضر. تفضل الاستاذ شكري. يمكن بعيد على التليفون كبر الصوره عافاك الله يخليك، لان واحد المجموعه ديال الاخوان خوتنا المغاربه ما فهموش هذه النقطه اللي بغيت نهضر فيها ومهمه جدا.
التي يمكن كتبان الصورة دابا ياك. هاد المسألة اللي هضرت عليها ديال كتبان. نعم في 1955 يعني كتعرفوا أن الجزائر أعلن استقلالها بين قوسين في 1962. متفقين. أنا ملي كنهضر على داك شلل الشارع وشلل الدولة في الوقت اللي كان هذاك قبل الاستقلال، قبل معاهدة إيفيون، كتشوفوا على أنه واحد المجموعة ديال المتظاهرين ياك، واحد المجموعة ديال المتظاهرين كانوا يقومون بتظاهر ووقفات ضد التواجد في العسكري في الجزائر، هما بالصور وبالأرقام. هنايا عندي أرقام هنايا حسب المدن وحسب المناطق اللي دار فيهم هذا، درتهم هذا حسب المناطق. حتى عدد الأمن اللي كان ذاك الوقت يعني يتدخل، وكل شيء كاين هنايا. والمرجع الإخوان اللي بغى هذا المرجع هذا هو المرجع هو لا غير دالجيري 54-62. وهذا كنظن الإخوان خصنا نركزوا عليه بزاف لأن يفند ويضرب في العمق يعني هذيك الثورة الجزائرية. فلم تكن هناك ثورة جزائرية من الداخل، هناك وقفات احتجاجية من طرف المواطنين الفرنسيين، وهذا عندي أدلة كثيرة بالصور والأرقام وكذلك المعطيات التاريخية. وهنا كتشوفوا الطلبة ينضمون كذلك للمظاهرات في ضد التواجد. هي بي اون الجيري، هي عاوتاني هنايا شفتوا الجيري با دو كونتينجون اون الجيري. وهنا كما قلت لكم ان بلوكاج توتال، يعني واحد يعني مظاهرات كبيرة جدا في هذاك الوقت. ونتمنى ان الاخوان يركزوا عليها بزاف. تفضلوا يا اخوان. تفضل الأستاذ شكري. شكري ربما راه خدام، ربما حط التليفون راه خدام. هما ملي كيجي كيقول لك في 1832 كانوا راه وريتكم واحد الورقه، واحد الوثيقه قبيله كانت يعني 4 مليون نسمه. بومدين مات ولا تقتل؟ قال بومدين مات ولا تقتل الإخوان؟ نعم بومدين مات ولا تقتل؟ كيقولوا تقتل. لا تقتل ولا بصح تقتل. قتلته فرنسا. اسمع علاش قتلته، اسمع علاش قتلته. هذه واحده رساله غيكتبها بومدين لا سميتو جون الكونالي من البارتي ريبوبليكان امريكان. بومدين غيكتب واحد الرساله قبل ما يموت. الكونالي شنو غيكتب فيها؟ فو اسمع قبل ما يموت بشي شهر. Vous, première puissance mondiale, vous nous laissez nous réapproprier
nos richesses sans heurte et en neutralisant l'ex-puissance coloniale, en contrepartie, nous vous donnons des assurances concernant le délogement des compagnies pétrolières et de l'ex-puissance coloniale et les garanties de pouvoir participer au projet de développement de l'Algérie, tant en ce qui concerne l'achat d'unités clés en main que l'exportation d'hydrocarbures algériens. Aïe. Aïe. من عنده هاي هاي لو تقع برضه ايش تبك الكاميرا هذه هاي يا اختي ها اخوتي هاي vous هاي على اللي تكتب على لك انا هاي avec le ministère du Mondial les termes d'accord secret conclus avec les États-Unis peuvent être résumés comme suit ها هو اللي كتب لهم vous première puissance mondiale vous nous laissez nous réapproprier nos richesses هاي استرجاع ثرواتنا sans heurte et en neutralisant l'ex-puissance coloniale طالبين الحماية بسخط ويدين من أمريكا. En contrepartie, nous vous donnons des assurances يعطيهم سميتو ضمانات concernant le délogement des compagnies pétrolières de l'ex-puissance coloniale et les garanties de pouvoir participer au projet de développement de l'Algérie, tant en ce qui concerne l'achat d'unités clés en main. L'achat. قال لهم نبيع لكم ابار كلي en main. كل شيء الشركات ديالهم باطابله. كلي en main que l'exportation d'hydrocarbures algériens. بغى يحيد فرنسا ويدير بلاصه امريكان. ايه الحمرة والمعرو ايه الحمرة والمعرو خويا مغربي وافتخر، اسمح لي راه كنت خدام. مرحبا سيدي. شوف الله يحفظك. دونك انا غنعلق على هاد المداخله الاخيره ديال جباره. بوخروبه عمره ما كان باغي يرجع الجزائر ويرجع الثروات ديال الجزائر. بوخروبه كان عامل لفرنسا. بوخروبه فرنسا من اوجدته، وهو يعني بالمفاوضات مع الجنرال ديغول باش توجد هذا النظام العسكري الديكتاتوري الحركي الفرنسي ذو الاصول الجزائريه. بوخروبه مات لما زار بالزياره الاخيره ديالو قام بها العراق، لانه كان عميل لفرنسا وكان عميل لقوى اخرى. تم تسميمه في العراق، وهناك من يقول في سوريا. على العموم القضيه وحدها وانه كان عامل، كان هو الخائن بين العرب، هو اللي كان كيوصل المعلومات ديال اجتماعات الدول العربيه، وكان يريد ان يلصق التهمه بالحسن الثاني رحمه الله عليه. فبوخروبه هو العميل المخلص لفرنسا. بعض المقالات ولا بعض الامور اللي هي مكتوبه فهذا تزوير الحقائق وصافي. باغي ياخذ واحد الشهره ديال انه يعني كان يعمل لمصلحه الجزائر وكان يريد طرد فرنسا وما الى ذلك. هذه هي الحقيقه الوحيده اللي كاينه، مع احترامي طبيعه الحال المداخله ديال اخي جباره. تحياتي خويا العزيز، خويا شكرا، ربي يحفظك. شو بس انت والله الا الضحك والله. عبد المجيد طلب الحمايه من روسيا وبومدين طالب الحمايه من امريكا. لا اله الا الله محمد رسول الله. ايه الحمد لله والمعرو. فعلا خويا شكري، يعني المنطق او المنطق يعني التاريخي يعني كيعطي هاد المؤشرات، يعني هاد المؤشرات ديال انه هو من فعل هذا، وكذلك هو يعني كما الامير عبد القادر. انا يعني امثل هاد القاده ديال الجزائريين يعني في نفس المنوال. ملي كنشوفوا هما يعني واحد المجموعه، وحتى الان حتى الكبرانات اليوم الجنرالات كلهم كيمشيو في هذا الاتجاه.
اتجاه ديال انه يعني ما عمرهم كيخدموا لمصلحة الجزائر أو مصلحة الشعب الجزائري. والدليل على ذلك أن طبون اليوم يعني هذه واحد مدة منذ تولي رئاسة الحكومة، يعني رئاسة البلاد ديالهم، ما عمرو خدم لمصلحة الجزائر، دائما لمصلحته الشخصية أو مصلحة شنقريحة. والكل يعلم ما آلت إليه الجزائر اليوم من جراء سياستهم ومن جراء حتى تاريخهم. يعني أنا أقول دائما واحد المسألة، هو أنه التاريخ ديالك كيحكم عليك، التاريخ كيحكم عليك. يعني دائما يحاولون مقارنة الجزائر بالمغرب، والفخ اللي ممكن نطيحوا فيه حنايا هو أننا نقارن المغرب بالجزائر. وهذا هو نتمنى حنا كمغاربة ما نقارنوش وما ما نطيحوش في هذا الفخ، لأن المقارنة لا مجال لها. لأن حتى على المستوى الاقتصادي إذا ما حاولنا باش ندخلوا في الإطار الاقتصادي ولا في الموضوع الاقتصادي لا يمكن المقارنة، لأن لا يمكن أن تقارن الدولة عندها 95% من المداخل ديالها من الطاقة ومع مقارنة بدولة اللي عندها الله يحفظك أخي يوسف، حضورك يعني أجمل أخي. لا داعي الإخوان تكلفوا راسكم، احنا فقط تكباس والبارتاج الأخ اللي كيرحب بنا هنا في القس ديالو فقط، الله يحفظكم. إذن فأنا أقول فقط سيفضح التاريخ ما كنا كتمناه، ويعلم العالم مع من حشرنا الله معه في الجوار. ما المغرب إلا حنين كان في دمنا، وما الرد والجواب إلا ما حبسناه. كن فخورا إنك مغربيا، فقيمتك وكبرياؤك من تاريخك العريق. هذا هو اللي غنقوله الإخوان، ولكم الكلمة. تفضل اللي بغى باقي تكلم مرحبا. ما بغيتش نطلع لكم جزائريين طالبين القيس، ولكن ما خفت لا ندير لكم والله يحرشوا وين هنا. صيفط لي هذه راه تلقائيه اخي. راه ما كانش شعر ولا حتى حاجه، يعني كلمه بسيطه ملي تقطعها شي شويه وعاود صيفطها لي، لان عطيتها بتلقائيه. جاتني في الخيال ديالي ديال ان التاريخ، ربطت التاريخ مع الكلمه ديال الحسن الثاني الله يرحمه، ومع هذه القيمة ديالنا الفكرية والحضارية. وما شاء الله الإخوة المغاربة اللي يترافعون، نحاول نعاود نقولها. سيفضح التاريخ ما كنا كتمناه، ويعلم العالم مع من حشرنا الله معه في الجوار. ما المغرب إلا حنين كان في دمنا، وما الرد والجواب إلا ما حبسناه. كن فخورا إنك مغربي، فقيمتك وكبرياؤك من تاريخك العريق. هذه جات تلقائية، ونتمنى يعني الرسالة توصل. تحية لكم كاملين، لأن مغاربة ومغربيات ما شاء الله عليكم كاملين. تطلع مغربي وافتكر نحرشوا بهم. طلع وقيل الأستاذ شكري بغى يقول كلمة. وقيل مرحبا 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 خويا. قلت له تبارك الله عليك والله يعطيه الصحة. تحياتي خويا.
لا اله الا الله. قال لك تامل محروقات بسخط الوالدين هما طالبين الحمايه من ميريكان. صح، طلبوا الحمايه من القراصنه الاخوان بربارو، طلبوا الحمايه من روسيا، من امريكا. السلام عليكم. او تسمع لي شنو يحمي فيكم. السلام عليكم السلام. زيد يلا زيد. يا خويا، انا طحت نحترف بكم ان المغرب هو بلد المليون ونصف المليون شهيد، لا وان الجزائر كانت حمايه. لا هذه هي، انتم راكم هكا تتكلموا. انا طحت نحترف يا خويا، انا جزائري وطحت نحترف. والجزائر كانت محميه فرنسيه. عند الله بعد اول حاجه علم الشهاده، وان الليوطي هو من اسس الجزائر. يعلم من هو الشهيد ومن هو ليس بشهيد. هنا هذه وحده. انتم راكم انكرتوهم كاملين، انتم راكم انكرتوهم. درت في كلامك مقاطعه فرنسيه الى يومنا هذا. المقاطعة الفرنسية اللي يدخل لها المواطن الفرنسي ببطاقة التعريف المنتهية الصلاحية، هذيك هي المقاطعة. الفرنسي يدخل المقاطعة الجزائرية بالفيزا. يا جبارة يهديك ربي. نسألك سؤال بسيط. اسمع. هل اسمعني، اعطيني كلمة. اختاري نفسك، راك كبير انت على عبد الحليم حافظ حشم، راك كبير. مستوى شوف. واش كاين شي واحد نسألك اسمع يا الحمر والبعرة، واش كاين شي واحد كيفوت الحدود ديال بلادو بدون جواز سفر؟ واش كاين شي واحد كيخرج من بلادو بدون جواز سفر؟ يا الحمر يوم سبحان الله، مسؤول قالها في التي في 5، والله غير سمعته. مسؤول فرنسي قالها في قناة تي في 5 أن المواطن الفرنسي يدخل إلى المغرب ببطاقة التعريف منتهية الصلاحية. عيب والله، غير عيب. والله غير عيب يا جبارة. والله اسمع. كاينه واحد المؤثره فرنسيه، اسمعني. واحد المؤثره فرنسيه كانت حابه تدخل للجزائر، دارت فيديو تبكي لما عطاو لها الفيزا الجزائريه، بكيت بالدموع. الحمر والبعرة. احترم نفسك راك كبير. احترم نفسك. انا غنعطيك اعتراف فرنسي. اسمعني. نعطيك اعتراف فرنسي من الوزاره الخارجيه الفرنسيه ان الفرنسي مستحيل ان يدخل المغرب بدون جواز سفر. عنده صلاحيه اكثر من 6 أشهر. صح، المسؤول اللي شفناه في التي في 5 واللي قال من ان المواطن الفرنسي يدخل للمغرب، هذا يكذب. تكون هذا المسؤول اللي في التي في 5. والله غير شفته، وانت شفته والجميع شافوا لما قال ان المواطن الفرنسي يدخل الى المغرب ببطاقه التعريف منتهيه الصلاحيه. اقتصادك كله فرنسي، اقتصادك كله فرنسي. فرنسا لما خرجت من المغرب قالت المغرب ورقة بيضاء نكتب فيها ما نشاء. سيناتور فرنسي قال المغرب أعين وآذان فرنسا في المنطقة في شمال إفريقيا. مروان دكتور جبارة الله يخليك. دكتور جبارة مروان ديروا ميوت، الله يعطيكم الخير. ديروا ميوت، دير ميوت مروان. شكرا. نتمنى نناقشوا في هدوء ونحاولوا لان الاخوان الاخرين غادي نضروهم في دماغهم وفي ودنيهم، واللي عنده الكيت غيحيدوا. اذا بغيتي تحاور في نقاش اكاديمي ونقاش في المستوى، حل المايك ديالك ونناقشوا. انا لا لازم نعطي لك معلومه. انا انسان ما عندي في السياسه، ما عندي في التاريخ. انا مواطن بسيط كلاني قلبي من الخرطي اللي كنتوا تخرطوا فيه، ملي تخرطوا 4 سوايع وانتم تخرطوا ما سمعناش كلمه حقيقيه صحيحه. اسمعني الى حد الان دكتور جبارة ما تقاطعنيش. دكتور جبارة ما تقاطعنيش، الله يعطيك. دير ميوت دكتور جبارة باش يمكن لنا قلتي مروان انسان بسيط. حنا ما كنقللوا من حتى واحد، من قيمه حتى واحد. ممكن ان يكون انسان بسيط وعنده حب الاستطلاع، ممكن تكون عنده معلومات، ممكن هذا. فقط اذا ما عندك شي معلومه قل ما عنديش، ونناقشوا في حوار
يعني هادي، ما عندكش ما تقول، ممكن تنصرف في هدوء. فهمتي؟ انا نحاورك بالمصداقيه والموضوعيه. انا ما نحاوركش، نحاورك بالمصداقيه والموضوعيه. دوك نهضروا قليل ونفهموا مليح. مثلا اسمح لي انت استمعتي لنا، خويا مغربي. استمعتي الكلام ديالنا ياك، عوض ما تقول الخرطي قول جيب دليل على انه ما نقوله ماشي صحيح. اعطينا دليل ولا اعطيني شي فكره من عندك، تفضل. اوكي نعطي لك فكره. مثلا هذا جباره قال لك 65% من الابار والثروات الجزائريه مملوكه لفرنسا، وكاين بعض المغاربه يقول لك 65% مملوكه لاسرائيل. ثاني سمعنا كلام هذا يتسمى 130% مملوكه انا حبيت يفهمني برك. دقيقه معليش خليني نكمل لك هذه الفكره. كمل لك هذه النقطه، كمل لك هذه النقطه. نقطه دير ميوت. انت طلبتي على انه يعطيك دلائل على ما قاله، دير ميوت واسمع له. صح، خليني نكمل لك النقطه نفهمك. نكمل لك النقطه باه تجاوبني. موش ذا هو الجواب. نقطة موش ذا هو الجواب يا ودي. يعطيني 4 ثانية 4 دقيقة 10 ثواني باك نكمل النقطة. انت كي راك تقول 65% من الثروات مملوكة لفرنسا، وحنا نعرفوا ان الجزائر دولة ما تنتجش البترول. الجزائر تنتج 1,000,000 برميل فقط في اليوم. صح اقول لي غير 128 مليون ميزانية الدولة في سنة 24 من جاتنا؟ هذه الميزانيه تاع الدوله من جاتنا كي ولات 65% مملوكه لفرنسا. دكتور جبارة الله يخليك، الله يعطيك الخير. كملت يا مروان؟ فهمتني واش قلت لك؟ واخا بقات دير ميوت وغادي تسمع في احترام. دكتور جبارة خلي جاوبوا دكتور جبارة خلينا نجاوب. شحال الانتاج ديال الغاز الطبيعي في الجزائر؟ الغاز الطبيعي في الجزائر الانتاج ديالكم شحال؟ عنديش معلومه، ما عنديش. ما عندكش معلومه. انا نعرف ان البترول. هذه لقطنا السولار. شحال صادرات الغاز الطبيعي ديال الجزائر؟ جاوبك على البترول. البترول صادرات الغاز الطبيعي في الجزائر. شحال صادرات الغاز الطبيعي في الجزائر؟ نهضر لك على البترول. المعلومه عندي على البترول. الجزائر تنتج مليون برميل يوميا. البترول مليون برميل. تضرب على مليون برميل بركه. مليون برميل بركه. قول لي شحال عندك من محطه تكرير البترول؟ شحال؟ ما عنديش معلومه. واش عندك؟ انت ما عارف والو على بلاد شي باغي تناقشني ولا؟ بصح انت على تحوس على شحال عندنا من بسيط كامل. غنلعب معاك نمشي معاك بسيطه. الجزائر بلادك طبيعي اكيد. هي دابا انت بحال دابا مثلا لا قلت لك الباب ديال دارك كي دايره، ضروري خصك تعرفها ياك. ما يمكنش تسكن شي دار ما عرفتش الباب ديالها، صحيح؟ باب داري انا سقسيني على باب داري. الجزائر قرر الله يبارك. ضروري الا كنتي ساكن في دار تعرف الباب ديال الدار ديالك كي دايره. هذه صحيحه ولا صحيحه ولا ماشي صحيحه؟ نسالك على جارك واش تعشى انت ما تعرفش. دارك الا سولتك على الباب كتعرفها كي دايره واللون ديالها ومنين كتحل والسواد ديالها. الجزائر قاره ما تمثلها في داري. لا غير الباب حنا غير مع الباب. انت شي قاره حقيقه غير في بيوات عارفها ياك. اكيد. وقول لي طول الساحل ديالكم في الجزائر شحال؟ طول الساحل الله اعلم 1200 كيلومتر. لا خطا. عندك الحق في جواب اخر. زيد. هذه هي اللي نعرفها. نعرف حوالي 1200 حوالي. ممكن ناقص شويه اكثر شويه. الجزائر بلادك وبلاد بوصبع وبلاد احادي الخاليه فاقد الهويه لا سياده لا الشرعيه وبلاد. احترم نفسك راك كبير. احترم نفسك ما تخلينيش نهبط معاك المستوى. راك كبير انت طرطور ولا دكتور انت. راك انسان كبير وراني اقل منك. احترمني كيما احترمتك. مروان دكتور جبارة بلاتي. مروان انا كنظن غادي نمشيو لواحد الشق اخر. هل انت تعرف، انا نهضر معك بهذا الشكل هذا، شكون اللي بدا الخلاف بين المغرب والجزائر؟ انا على حسب معلوماتي بدات من بعد الاستقلال مباشره. اشنو هو الاستقلال؟ حرب الرمال. بدات بحرب الرمال. حرب الرمال. هنا بدات حرب الرمال. هذا هو بالنسبه لك كجزائري هو حرب الرمال. بالنسبه لي حرب الرمال، لانه بعد الاستقلال مباشره المغرب تهجم على الجزائر. مروان عندك دليل على هذا؟
دليل مثلا عندي دليل عندي سمحت انا مسؤول مغربي راه عندي التسجيل تاعو نحب نسمحه لك والله ما نعرف واش نظن لي برلماني اهدر في الموضوع هذا. اش قال؟ نسمع لك معليش روحوا تسجيل قصير به ما نص دقيقه نسمع لخويا. اش قال؟ نسمع له. قال ان فرنسا تهجمت على الجزائر بامر فرنسيه، تهجمت على الجزائر قال فرنسا تهجمت على الجزائر. هكا اسمع دكتور جبارة الله يخليك دكتور جبارة باش يسمعوا الناس الله يخليك. تسمع الحمرة والبعرة. دكتور جبارة احترم نفسك يا جبارة، احترم نفسك يا جبارة. هدر مع حمار شخصيا. دكتور جبارة لا حول ولا قوة الا بالله. واش راك تهدر؟ راك كبير، هذا باقي غتناقش معاه. راك كبير مازال كلمة يا حما انت تهدر بالهضرة هذه. انا غتناقشوا اخويا 45 مليون 45 مليون هذا حمار بالوراق ديالو هذا. ودكتور جبارة اسمع عمل هذا، اسمع هذا التسجيل من مسؤول مغربي. اسمع هذا التسجيل من مسؤول مغربي. واش قال؟ شكون هذا المسؤول؟ والله ما نظن اللي برلمانية، احنا تنعرفوا دريس العمر والجريمة التي قام بها في الهجوم على الجزائر بأمر فرنسي، وأنه كان مؤامرة حتى على صاحب الجلالة الملكية وإحداث تشخص في العلاقات المغربية الجزائرية. قطع لأن هذا ماشي مسؤول مغربي، لأن أنت كذبتي. أنا احترمتك ولكن أنت ما احترمتيش راسك. هذا ليس بمسؤول مغربي، وأنت قلتي على أنه مسؤول مغربي، والإنسان اللي هو كيكذب. شكون هذا؟ قول لي شكون؟ أنا ما عرفتوش. اسمعني أنت قلت مسؤول مغربي، قلتي مسؤول مغربي، وأنا عندي الفيديو وعندي التسجيل. علاش شكون هذا؟ لا بلاتي علاش تستدل بأكذوبة؟ ما خصكش تكذب لي. انا احترمتك ما بغيتيش تحترم راسك. بارك الله فيك. لا نحترمك. على ما احترمكش انا حاطو مسؤول. قول لي انت واش يكون؟ والله ما عرفت. اسمع المهم الصحافه تهضر معاه، صحفيه تهضر معاه، ما كان ما هدرش في المواقع. اسمع، ما كل ما قيل لا يمكن ان يكون. انا فين حبستك دير ميوت الله يخليك لما كدير تدير. قلتي على أنه مسؤول مغربي، وأتحداك أنك تجيب لي مسؤول مغربي يقول هذا الكلام هذا، لأن أنت ما احترمتيش الحوار وما احترمتيش راسك. أنا أقول لك فقط نجاوبك على هذاك السؤال اللي ما عرفتيش أنت، هو أنه المشكل بين المغرب والجزائر هو مشكل واحد. أشنو هو هذاك المشكل؟ هو أنه فرنسا ضمت الأرض اللي هي تندوف وبشار في 1950 إلى الجزائر الفرنسية، ماشي الجزائر اللي انت كتشوفها اليوم. الجزائر الفرنسية آنذاك 1950، لأن 1950 ما كانش عندك استقلال، كنتي ديبارتمون، يعني كانت جزائر فرنسية. إذن اقتطعت هذيك المغرب الشرقي اللي هي الصحراء الشرقية في 1950، وكانت إدارتها بإقرار من فرنسا في 1957. هنا تخلق الإشكال. في كاين المشكل هو أنه هاد الناس، هاد الجزائريون اللي جاو من بعد الكبرانات وأتباع فرنسا، هما جاو وبغاو يستوليو على هذيك الأرض رغم أنهم يعرفون أنها مقتطعة في 1950 وإدارتها في 1957. هذا هو الحقيقة وهذا هو الواقع السياسي للمنطقة. تفضل مروان. يزيد من فضلك. احنا الحقيقة، لأن الحقيقة اللي نعرفها ويعرفها الجميع أن فرنسا في حرب الرمال كانت في صف المغرب،
وحاربت مع المغرب ضد الجزائر، كيف تعطينا أراضي، تقتطع أراضي من الجزائر للمغرب وتحارب معك؟ هذه نقطة. النقطة الثانية ما تنساش أن الجيش الجيش بلاتي راه قلتي واحد النقطة مغالطة. قلت لا مش مغالطة، هي حقيقة. لأن فرنسا من أسست لك الجيش والدرك الملكي. اسمع فرنسا أسست لك الجيش والدرك الملكي يا أخي. عندك دليل؟ كاين أدلة. شريط فرنسي شريط فرنسي مسجل. مغربي وافتخر. كتسمعني اخويا؟ نعم. راني نسمح بك يا خويا نعم سعيد. كمال. نعم السي طريق. بغيت هذا السيد هذا غير كيخوض. انا والله العظيم انا الصراحه انا ملي كتكونوا هنا ما كنبغيش كاع انا الصراحه. لا انا خويا سعيد المستوى ديالهم ماشي ديالكم. انا خويا سعيد خاصني شي واحد اللي عنده دلائل، شي واحد ما غيمرش مغالطات ما يمرش اكاذيب. اولا دخلنا معاه في الحوار ديال من بدأ الصراع او من بدأ العدوان، قال لك تأسيس الدرك الملكي وتأسيس هذا. حشومة عليك كشخص كإنسان تهضر بهذه الطريقة، لأن المغرب بزاف عليك وما غاديش توصل للمغرب وما غاديش شلل فمك بالعسل باش تهضر على المغرب. لكم الكلمة الإخوان. هو في الحقيقة أنا الصراحة والله ما كنبغي نطلعو ملي كتكونوا هنا، ولكن ملي قلتوا لي ودي غير طلع الجزائر طلعتو، حيت غيكون نقاش. انا ما كنرفضش انه يكون نقاش، ولكن الانسان ما يمرش مغالطات ولا كذوب. الاكذوبه الاولى اللي قال على انه مسؤول مغربي، عمر شتي شي مسؤول مغربي ولو مواطن مغربي بسيط ما يمررش ما يقولش هاد الاكذوبه اللي قال. هاد الاولى. الثانيه دخل في مسألة الدرك الملكي ودخل أنه هاد فرنسا دارت وهذا. ما عندكش دليل ما تقولش الكلمة. ما عندكش دليل حط لي الدليل. واحد قال لك أنا جزائري حر نتناقش بموضوعية، طلب قيست نشوفوا هاد الموضوعية. يا اخوان بقاو جيبوا معكم الادله ديالكم. راك يمكن نهز. هي راه فراسي مسكين راه عيا. راه سيدي يديك على قرص. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. شكرا على الاستضافه الاخ مغربي وافتخر. مرحبا بك. شكرا لكم الاخ. الله محمد رسول الله. ما واش راح نقول للاخ؟ اذا كان عنده الاخ تاريخ يعني بن زياد يعني نقطه والله الى اخره يتماشى معاه في الموضوع، ما كان عندي حتى مشكل والله. اسئله والله ما عندي حتى مشكل يا اخي. كان النقاش الصيفي كان النقاش هو من بدأ باش نمشيو للقادقه، من بدأ العدوان، هل المغرب ام الجزائر؟ انا الاخ تاريق بن زياد يسمعني ما نتلاقى معك في اللي لايف وما فين نتحدثوا مع اصدقائنا ايضا في المغرب. من بدأ الاول يعني كما نقولوا من بدأ هذه يعني كما نقولوا الحرب اللي راهي صاريه يعني كما نقولوا بين الجزائر وبين المغرب، ما نسميوهاش حرب على كل حال، وانما كما نقولوا الاوضاع مغلقه. نقدر نقولوا فيه اجابات كثيره يعني وتجاوب اكثر من مره، وكل طرف عنده روايه. الطرف المغربي عنده روايه والطرف الجزائري عنده روايه. اعطيني الروايه ديالك. معليش يسمى انا كجزائري راح نكون مثلا في كما نقولوا في الراي الجزائري في الطرف الجزائري، وانت مغربي تكون في الطرف المغربي. هنايا راح يصرى كما نقولوا راح يصرى اختلاف الاراء. لا لاني انا راني مع الطرح الجزائري وانت مع المغربي. اسمع هذا الطرح نقدروا نقولوا تعاود قداش من مره. الاهم من هذا نوليو ما بعد
ما بعد كما نقولوا هذه يعني الشيء اللي صرا بين الجزائر والمغرب منذ القدم على كل حال، منذ سنة 1963 منذ حرب الرمال تقريبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منذ حرب الرمال تقريبا، وكان هنالك انزلاقات أمنية في ذاك الوقت، ومن بعد كان انغلاق، والانغلاق ذاك وصل يعني كما نقولوا في مرحلات كان فيه يعني كان هنالك فيه شدة وتوتر كبير، إلى أنه عمر الشعب المغربي والشعب الجزائري كانوا أعداء لبعضهم البعض قبل ما يجيو وسائل الإعلام والاتصال هذه اللي راهي في يدنا الآن، التيك توك والفيسبوك إلى آخره. جميل جدا بلاتي. نعم بلاتي. يعني أنا راح نجيك الآن يعني مباشرة بعاطفة، ولكن أنا بغيت معطيات تاريخية. المعطيات التاريخية، شوف المعطيات التاريخية من بدأ العداء نعم أنا راح نجاوبك. الجزائر. أنا راح نجاوبك بكل صراحة يا أخي. بدأ، شوف العداء كيفاش بدأ، وراء كما نقولوا وراء خروج الجزائر من الثورة والاستقلال تاعنا اللي ديناه بسنة 1962، واستقلال مستحق بالسلاح. تساومنا في سنة 1960 على أننا نخليو الصحراء لفرنسا وما قبلناش، وأنت تعلم بهذا الشيء. فرنسا قالت لنا نعطيكم الاستقلال للشمال والجنوب ما نعطيكمش الاستقلال فيه، إلى أنه الثورة كملت بموجب أن قادة الثورة قالوا بأننا لازم نحرروا الأرض الجزائرية شبرا بشبر، شبرا بشبر، حتى تندوفوا بالشهر حررناه حنايا بسلاح جزائري. الجزائر معليش خليني نكمل لك الاجابه عليا. معليش يعني نجاوبك في واش سالتني فقط، ومن بعد عقب عليا ما يكونش كما نقولوا يعني يكون حوار مليح فقط. انا راه ثاني نسمعك الاخ، فهمتني. الجزائر فرنسا قالت للجزائر قالت لهم نعطيكم الاستقلال. معليش على هذا الشيء اللي كتقول دابا. بكل تاكيد يا اخي، بكل تاكيد. الان شوفوا اي واحد راهو 100 واحد هنايا طالع معنا في الكاس يذهب. معليش يا اخي، كي تقول لي انا اعطيني دليل، راهو 100 واحد متفرج معنا في الان، يروح يكتب اذا كان الكلام تاعي خطا او صحيح في اليوتيوب في الفيسبوك فيما تحبوا. 103 الان. راني انا اذا قال واحد الان راني تفرجت وما كانش منها يا اخي بعد 3 دقائق راني نخرج من اللايف، فهمتني. فرنسا ساومتنا على ان تعطينا الاستقلال شمالا، وحنايا رفضنا، قلنا لا نديو بالشمال والجنوب، تندوفوا بالشهر حررناهم بالسلاح مثل ما حررنا أدرار وحررنا مصر تمراس وحررنا جميع الجنوب الجزائري بالرصاص. وراء الاستقلال المملكة المغربية قالت للجزائر، قالت لهم بأن تندوفوا بالشهر تاعنا. احنا هنايا واش قلنا لهم؟ قلنا لهم لا، هذه الارض رانا حررناها بالسلاح والحدود رسمت. وكان حقا كان هنالك يعني نزاع بين المغرب والجزائر في ترسيم الحدود الى اخره، لكن القياده الجزائريه تاعنا قالت باننا حررنا تندوفوا بالشهر ايضا بالسلاح، وهي ارض جزائريه. والجزائريين والمغاربه حقا كانوا يمشيوا في بعضهم البعض، وحتى هنايا في الجزائر كاينين عائلات كبيره بزاف مغربيه، والعكس صحيح. ايضا في الجزائر كاينين عائلات في المغرب كاينين عائلات جزائريه. المهم الجزائر قالت بان هذه الارض حررناها بالسلاح، وهي ارض سقيت بدماء الشهداء، فهمتني. وحتى الملك محمد الخامس مازال، سامحني حتى سامحني انا يا اخي. برك نعم برك في كما كتقولوا. برك دير ميوت، الله يعطيك الخير. ولا ما تقاطعنيش ما نقاطعكش. لا ما نقاطعكش بصح كون زدت عطيتني 20 ثانيه فقط برك. الحسن الثاني رحمه الله عليه، ومن زادش جبد عن الصحراء الشرقيه كما راكم تسميوها انتم، ربي يرحمه ملك المغرب، الملك حسن، الملك المغربي حفظه الله محمد السادس، عمره لا جبد على الصحراء الشرقيه، وعمره لا قال بانها اراضي مغربيه، عمره لا تحدث في أي بروتوكول. أتحداك إن قال الملك محمد الخامس حفظه الله ورعاه، وإن شاء الله ربي يوفقه على كل حال، لأنه كما نقول ولي أمر بلاد المسلمين، إذا قال ها يا أخي أنا هنايا راني رايح اسمع كما نقولوا هنا راح نخرج من اللايف مرة. لا أنا أعطيك أدلة من عندي بلا ما تقطع. أنا نوريك كيف يتعامل الجزائري أو يتفاعل الجزائر مع المعطيات التاريخية. كتعرف الهلال الأحمر الجزائري، أنا نعطيك غير مثال ونرجعوا للموضوع ديالنا.
كتعرف الهلال الأحمر الجزائري؟ لا؟ نعم أم لا؟ نعم نعم نعرفه. ما في أي سنة يعني تأسس؟ الله اعلم، السنه جات تدريجيا ما على باليش. ماشي مشكل، ماشي عيب أنك ما تعرفش السنة. يعطيك تأسس الصحة. في 1957، تأسس في طنجة، صح أم لا؟ ولا إلا بغيتي الدليل؟ ممكن يا اخي، ممكن يتاسس في طنجه، لا لانه العلاقات مع المغرب كانت علاقات يعني مليحه يعني مع الشعب المغربي يا اخي. حتى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه رحمه الله عليه وكان ودرس في المغرب يا اخي. في كانت طنجة. علاقات مليح كانت طيبه جميل العلاقات، جميل كانت جميل جد طيبه، لا جميل ينكرها احد. جميل. هل تعلم أن الهلال الأحمر الجزائري غير المعطيات في عنده، وقال على أنه تأسس 1963 بالجزائر؟ هل تعلم هذه المعلومة حتى هي؟ يا الاخ تاريق، انا ما نعلمش هذه المعلومه. اسمعني، أنا بغيت نعم. نفهم لك واحد المسألة. هو تفضل أنه تفضل. كاين هناك تعتيم على المعطيات التاريخية من طرف الجزائر ولدي أو أخي، راه ما كيقريوكمش الحقائق كيف ما هي. أنا أعطيتك غير مثال بسيط جدا من الهلال الأحمر الجزائري، لأن الهلال الأحمر الجزائري ما لا تعلمه أخي أنه تأسس من طرف فعلا جزائريون ومغاربة وتونسيون بالدرجة الأولى، وكان يساهم في المقاومة الجزائرية. لكن باش يجي الهلال الأحمر الجزائري اليوم يعني ويغير من تأسيس ويعمل 1963 لغرض في نفس يعقوب. علاش؟ لأن كتبغيو تمحيو وتمسحوا كل ما هو مساهمة مغربية في أي شيء اللي هو جزائري. مش مشكل، غنرجع لك للنقطة اللي تناقشنا فيها أنا وياك، وديال من بدأ بالعدوان، ونوريك ان كل هذيك الكلمات اللي قلتي وهذاك الاشياء اللي قلتي كانت ماشي صحيحه، كانت خاطئه. غنرجع لك لواحد المصدر، هو كبر لي الصوره السي سعيد. هل تقبل هذا المرجع ولا نمشي لمرجع اخر؟ الموسوعه الثقافيه ديال الجزيره. شوف نعم، شوف هل تقبل هذا المرجع ام اسحبوه؟ انا ما نقبلوش. ما تقبلوش؟ علاش ما تقبلوش؟ لا سامحني، انا اقبل بالمرجع اللي يخرج من المصادر الرسميه للبلاد الجزائر، فهمتني. اما احنا نعرف القنوات الاتصال والاعلام، كل اتصال عندها توجهها. ما ديرش لي هنايا تبدا تحفظ لي بشويه. لا كل انسان والتوجه تاعو كيف يشرح التاريخ. نجاوبك، من حقي نجاوبك. انت قلت جيب مرجع جزائري. معليش، انا افتح جيب لي مرجع، جيب لي مرجع الحسن الثاني رحمه الله عليه. جيب لي مرجع الحسن الثاني رحمه الله عليه عندما قال لهم هزمنا ضد الجزائر وماناش راح نزيدوا. اعطيني شوف اسمع. انا اعطيتك مجال للتكلم. انا كنظن كنت مؤدب معك، كنظن الاخوه اللي يسمعونا الدليل على ذلك ان واحد المجموعه ديال الاخوه كيقولوا انه حبسوا. انا ما حبستكش، خليتك تهضر. انت راه ماشي حوار فكري وماشي حوار اكاديمي. الحوار الاكاديمي اخذ ورد بامعان. انا قلت لك، طلبت منك واش هذا المرجع نقراوه ولا لا. انت بحكم انك النيه ديالك خايبه قلتي ما نقراوش هذا المرجع. انا طلبت منك بحسن نيه، قلت لك واش عندك شي مرجع اخر. جاوبني واش عندك مرجع اخر، ماشي تحفظ عليا القصيده ديالك. انا سولتك سؤال بسيط، هل عندك مرجع اخر؟
تفضل. افتح المايك وتفضل، اعطيني واش عندك شي مرجع ولا ما عندكش. المرجع اللي راه راك تشوف فيه المرجع تاعي راك تشوفه. ما كنشوفش. ما تخرج لكم الصوره؟ لا لا الله اعلم. لا سبحان الله. اصبر دابا جيتي البلاصه الزلق بغيتي شوف الصيف يسمع لي، اسمع الله يرحم والديك نطرح عليك من الارشيف الفرنسي حرب الرمال. اسمع واخا غير اسمع اسمع صاحبي بر الفرفره هبطها شويه الله يرحم والديك. اسمع ها هو المرجع، راكم شفتوا المرجع الان. بلاتي خليه حط هذاك المرجع، الله يخليكم الاخوان. تفرجوا المرجع هو الحسن الثاني الملك المغربي اون بيرسون، لا صحافه لا شيء. ماذا راكم تشوفوا فيه المرجع. ها هو المرجع سيدي الحسن الثاني رحمه الله عليه. انا هو المرجع تاعي يا اخي. ان كانت عندك المرجع تاعك هو الجزيره اسيدي، انا مرجعي هو ملكك. خبر لي صوره عفاك. روح اكتب راهي مكبره. كيفاش نكبر الصوره؟ ما على باليش. انتم اللي تكبروا الصوره. هو يكبر لك الصوره باش نقراو هذا المرجع. دير اقرا وي. هيا روحوا هيا معليش يا جماعه راكم في 100. روحوا اتفرجوا واكتبوا من الارشيف الفرنسي حسن الثاني. بلاتي اسكت. لا نسكت. مرجعي هو ملكك. غادي تسكت. مرجعي يا صاحبي زيد جريده جزائريه. الله يخليك يا اخي ليست جريده جزائريه ولا ما جريده جزائريه. المهم راهي في اليوتيوب الان. روحوا اسمعوا الملك الحسن الثاني رحمه الله عليه. ممكن تسكت ثانيه. شاهدتوا الاخوان، هذا دي زد الجيريان. يا جماعه معليش يا تاريخ. يا تاريخ لا تقول لي اسكت. لا راك تقول لهم في دي زد. راهو يا جماعه روحوا اكتبوا من الارشيف. واسكت. انا سكرينيت هذا المرجع. خليني انا مرجعي ملكك هو اللي يتحدث، مانيش مرجعي دي زد الجيريا يا اخي. ماهوش مرجعي دي زاد الجيريا. ودخلوا الان واسمعوا الملك حسن الثاني رحمه الله عليه واش راه يتحدث. لا راكم دير لي ميوت. هذا مرجع في الامور التاريخ. غادي تسكت ولا غادي تهبط؟ هذا مرجع، هذا يوتيوبر جزائري وحط انه الارشيف الفرنسي حرب الرمال، وهذا واسمه هذا مرجع. يا تاريخ مغربي وافتخر. الله يبقى عليك السر. خليني نتحدث على المرجع هنايا. المرجع ماشي دي زاد الجيريا. المرجع هو كلام الملك الحسن الثاني رحمه الله عليه. في غير اي فرخ تلفات ليه الحلوفه كيجي كيذكر هنا الملك موسخ. اي فرخ يذكر كيدخل في الرموز خصو يهبط ديريكت. سي إلا سمحتي الاخوان، انا يعني بغيت باش يحط هذاك المرجع ديالو. شفتوا الاخوان شنو حط؟ يوتيوبر، يعني صفحه يوتيوب ديال شخص يمكن كاع ما لا علاقه له باي شيء، حط امور على هذا وكيجعلوا مرجع. هو واحد المسألة، اسمح لي سي طارق بن زياد، بالنسبة لهذه المسألة ديال أولا بعدا تحية لكم وتحية لصاحب الكيست صاحب اللايف وتحية للناس اللي في الكيست والمستمعين. أنا بالنسبة للجزائري قبل ما نناقشوها الإخوان، راه أول حاجة خاصنا أول حاجة نعلموهم، نحرروا لهم يعرفوا راسهم بانهم اول حاجه قبل ما نكلموهم على الصحراء الشرقيه ولا نكلموهم على الصحراء الغربيه المغربيه ولا نكلموهم على هذاك يعني واش كانت عندهم ثوره، واش ديك يعني خاطر كامله اللي كنضيعوا معهم الوقت والدلائل وكذا. خاصنا نحاولوا اننا نفتحوا لايفات من اجل اننا نحرروا لهم العقول ديالهم. هذه اولا. الا استطعنا اولا اننا نحرروا العقل. ضروري نهضروا على هذه المساله ديال المرجع. الا سمحتي وكمل في الكلام ديالك كلام. لا انا جاي نعم المرجع. انا فقط يعني اذكر الاخوان ونركز مع الاخوان المغاربه. شوفوا المرجع اللي حط يوتيوب، مشى اليوتيوب وما حطش يوتيوب، حط الجزيره ولا حط BBC ولا حط شي قناه معروفه في المستوى هذا. حط يوتيوبر جزائري باش يبين على انه الخورتي ديالو والمسائل اللي كيخربق فيها. اذا انا ملي طلبته، انا كنعرف بلي غيعطيني شي مرجع ماشي هو هذاك، لان استدرجته على انه يعطينا مرجع ديالو.
انا ما بغيتش نزرب باش نعطيه المرجع ديالي، ولكن يعني استدرجته باش يعطينا المرجع ديالو، وانا كنت متيقن على انه كان غادي يعطينا شي مرجع خيالي بحال هذا الشيء، الضحكه ديالهم وضحوكه العالم وضحوكه المبردعين والبصبع. ولك الكلمه اخي، تفضل. نعم، متفق معك هادشي اللي قلتي. بالنسبه انا كنأكد على هذه المساله ديال انه الجزائريين، انا من خلال هادشي اللي كنشوف انا تقريبا ملي بدا هاد النقاشات خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي الى يومنا هذا، تأكد لي بانه راه كنضيعوا الوقت ديالنا، بان هي ماشي مضيعه للوقت، هي مساله ديال اننا كنحاولوا ان نجبدوا لهم الدلائل وكذا. كاينه فئه ربما غادا تكون اقتنعت بالأطروحه المغربيه وكذا، وبانه راه هذاك الشيء اللي الصوت ديالنا كيوصل، ولكن راه هاد الناس اللي كيطلعوا كيهضروا معنا هادو كيمثلوا النظام الجزائري، هادو اكثريتهم مخابرات جزائريه. يعني راه مستحيل انه يقتنع، لانه اصلا هو باغي يمرر عن طريقه، هو يمرر خطاب، لانه عارف بانه كاين مستمعين معنا جزائريين باش على انه يقنعهم. لذلك هاد المساله هذه يعني كتحتاج واحد الوقت طويل على انه باش انه اننا نقنعوهم، وان صعيب جدا صعيب، لان هاد الناس اللي كيطلعوا راه نقدر نقول انا واحد 90% راه مخابرات جزائريه. يعني غير باش نكونوا واضحين، ولكن مزيان هاد الدلائل وهاد الطرح ديالنا حنا مزيان، يعني باش نوصلوا لهم هذا. وانايا واحد المساله كنشوفها بالنسبه لمساله الصحراء الشرقيه، كنقول بانه راه كنضيعوا وقت كثير، بانه ما كنطرحوش هذا الطرح هذا ديال الصحراء الشرقيه، لانه كاين بعض اللايفات اللي غير انا معاك، ندير غير نقطه معاك، انا معاك السي الشريف الادريسي، نقطه توضيحيه ونسد المايك ياك. غير القضيه ديال ملي انا طلعت غير على ودو حيتاش هضر على الصحراء الشرقيه ومسقيه يوميا، ديما هما الاطروحه ديالهم تيسقيو مسقيه بدماء الشهداء. كنتحدى اي جزائري يطلع هنايا، اسمع اخويا، سد المايك، الله يرحم ليك الوالدين. اي جزائري يطلع راه مسقيه، اي واحد غيقولها يعطيني معركه. الا كان دماء سالت ضروري تكون ملحمه، الا دازت ملحمه ضروري يعني تأرخ معركه. اي جزائري يطلع باللي انه حرر بشار وتندوف مسقيه بدماء الشهداء، ما نكذبوش، يعطينا معركه وعدد الجنود الفرنسيين اللي ماتوا، وشحال من شهيد جزائري توفى تما. والسؤال الثاني، الجزائريين واش هما الدوله ديالهم كيامنوا بالحدود الموروثه، سطر الموروثه جوج المرات، الموروثه عن الاستعمار، ولا الحدود الحقه اللي عند الجزائر في الاصل؟ هذا غير بين قوسين، راه ما عندهم والو. انا غير كنقول اللي طلع لهنا يعطينا اش كتبنا الاطروحه الجزائريه في الحدود ديال الموروثه على الاستعمار، واش موروثه على الاستعمار وكتذكر لي مسقيه ولا سميتو موروثه على الاستعمار، سطراتها لك فرنسا عطاتها لك. واسمح لي الاخر قطعتك، الله يجازيك دريس اخويا دريس. نعم، لا هو ماشي مشكل، هو غير واحد مسألة. راه مسألة الصحراء الشرقية عندنا أطنان من الدلائل. يعني كنشوف أنا بعض اللايفات اللي هي غير لايفات هنا عندهم أدلة أن هذيك الصحراء راه مغربية وهذيك المنطقة راه مغربية، فما بالك الدولة شنو عندها؟ والدولة عندنا راه عطات إشارة من أجل أنها باش تبدا تحرك هذا الموضوع هذا. تقريبا هذه سنة ونصف. شكون اللي دابا عنده الكره؟ حنا الشعب المغربي. هذيك الارض راه ديالنا، والمطالبات والتحريك ديال هذا الموضوع في اللايفات سواء في العالم الافتراضي ولا في العالم الواقعي راه غادي يخلي البرلمان المغربي يتحرك، لانه كيمثل الشعب. غير هذه بين قوسين باش نوضحوا التاريخ، راه بطبيعه الحال واضح في هذه المساله. وانا اكيد بان في هذيك المناطق مازال الى يومنا هذا الناس مازال عندهم ولاء للمغرب. وانا راه سبق لينا في اللايف، في واحد اللايف طلع واحد انا ما عرفتوش واش باش ما نقولوش الجزائريين نقولوا بان راه كنقولوا هضره ما كايناش. طلع واحد وهضر، ما عرفتوش انا منين نهضر، وكيقول بانه من هذيك المنطقه ديال الصحراء الشرقيه، وبانه كيتسنى المغاربه يتحركوا.
وهضرنا معاه وتكلمنا معاه، ما عطاناش هو بالضبط البلاصه ديالو بالضبط لانه خايف على راسو. غير باش نوضحوا ان المغرب راه كل حاجه كيتسنى الوقت المناسب ديالها. كاين برنامج هذيك الارض، كاين برنامج للاستعاده ديالها. النظام الجزائري كيساعدنا اننا راه هو كيقدم لنا واحد الخدمه باش نرجعوا هذيك الارض دون ان يدري. وانا اكيد بانه عهد الحسن الثاني ربما كان هذيك المساله ديال الصحراء الشرقيه كانت ربما غير بين قوسين هاد الجزائريين اللي كرهوا الحسن الثاني. انا اكيد بانه ربما كان هذاك الموضوع كان سيطوى ديال مساله الصحراء الشرقيه، لانه لاحظنا من بعد تاسيس ديال الاتحاد المغربي كيفاش يعني الخريطه ديال المغرب كيفاش احنا قرينا في المدارس ان الصحراء الشرقيه مع انها مغربيه في الاصل. علاش؟ احتراما يعني الخريطه ديال الجزائر اللي معترف بها في الامم المتحده والى غير ذلك. وغادي يجي وهذوك الناس، اسمح لي نكمل الفكره ديالي. وهذوك الناس اللي في الصحراء الشرقيه قالوا مستقبلا احنا مغاربه، راهم مغاربه. قالوا ماشي مغاربه، راه ماشي مغاربه. المهم ان الحسن الثاني كان عنده هدف. نعم. السلام عليكم خويا شريف الا سمحتي. عليكم السلام الاعلامي فيصل. نكمل الفكره ديالي الا كان ممكن. تفضل. قلت بانه هذاك الموضوع كان سيطوى، ولكن هذا الشيء اللي كنشوفوا هذه الخرجات ديال النظام الجزائري وانه حاط لنا جبهه ارهابيه في هذيك المنطقه من اجل المعاداه ديال هذيك المنطقه اللي هي اصلا في مغربيه تاريخيا وعندنا كل الادله. راه غدا ولا بعد غدا ملي غيتم تصنيف هذيك المنظمه منظمه ارهابيه، راه المغرب ما يبقاش يتسنى. وحاليا راه غادي في هذا الاطار. غير باش نكونوا واضحين، المغرب ما حركش هذا الموضوع هكذا يعني اش قالت لي وقال نحرك هذا الموضوع. واخا هو ما تحركش رسميا، ولكن كاينه اشارات. غير باش نكونوا واضحين. وشكرا.